عشاق الممبار واللي كمان بيفرقع منهم يجوا دلوقتي حالا. هعلمكم طريقة ممبار جديدة جدا، وهي دي طريقة المطاعم في عمل الممبار. في طريقتي دي مش هنسلق فيها الممبار ومش هنقلي ممبار ولا هنستخدم زيوت كتير. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت. كمان لو الرز ما بيستويش معاكي كويس جوه الممبار او بيعجن منك، لا بالطريقة دي عايزة اقولك الرز بيطلع مفلفل ومستوي مظبوط، حاجة كده تحفة. هنسمي الممبار ده ممبار روستو. تحفة، شكله حلو وبيطلع طعمه حلو، جربوه وبطريقة سهلة جدا. لايك وشير وكومنت، واللي ما يعرفنيش انا ريهام صبحي، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هبدأ بيها وهي خلطة الممبار. محتاجين سمنة بلدي، معلقة كده كبيرة او معلقتين من السمنة البلدي، نص كوباية زيت، لان بحب الزيت يكون كتير شوية، والزيت من الحاجات المهمة اللي بيخلي الحشو بتاعك يطلع مفلفل. طبعا انا اي محاشي بحب ازود بصل وازود خضرة، فحطيت 4 بصلات مفرومين ناعم كبار يتشوحوا يتبلوا بس، ونزلت بمعلقة كبيرة هريسة شطة، وبعد كده نزلت بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم، وبحب اشوح كمان صلصة الطماطم عشان تاخد طعم حلو. بعد كده بنزل بعصير لتر من الطماطم ومزوده له ربع معلقه سكر عشان يضيع اي حموضه للطماطم. هنغطي عليه ونسيبه على نار هاديه يتسبك. اما بحبش احط التوابل على النار، انا لما بسيب الطماطم تتسبك براحتها مع البصل. وبعد كده هنا بجيب الرز بتاعي. طبعا نص كيلو الممبار بياخد 3 كوبايات رز، تمام؟ كيلو الممبار ياخد الضعف. فحطينا الرز غسلاه ومصفياه، وحطيت خضره ربطتين من كل حاجه، لان ربطه الخضره في الصيف بتبقى صغيره جدا. ربطتين شبت، بقدونس، كزبره. والتوابل بتاعتي مكتوبه قدامكم على الشاشه، كلها معلقه صغيره. اللي بزود فيه بس الفلفل الاسود، بحط معلقتين صغيرين، والملح معلقتين صغيرين. طبعا انا مش بكتر الملح في الاول، لما بقلب وبحط الخلطه بتاعتي بدوقها عشان اشوف طعم الملح. طبعا ما حطيتش شطه علشان انا حاطه هريسه شطه. بعد كده الطماطم اتسبكت، ضفتها على الخلطه بتاعتي، الرز والخضره بالتوابل. كده الخلطه بتاعتنا خلاص بقت جاهزه. تعالوا بقى نشوف الممبار بتاعنا. انا بجيبه من الراجل زي ما هو طويل كده، ما بقطعهوش بالسكينه. ولو هو مقسمه صغير، لا قولي له انا عايزه الممبار يكون طويل. المهم هنغسله كويس بالليمون وننضفه، ملح وليمون بس، ما نحطش عليه خل في الغسيل، ويتصفى. وبعد كده ناخد حبه من الحشوه كده او الخلطه ونحشي الممبار بتاعنا كله بقى. بصوا، اهم حاجه الخلطه لما يكون فيها ماده دهنيه محترمه زي الزيت، بتسهل عليك ان انت تحشي تعبيه، هو تعبيته بتكون سهله بالطريقه دي. وتنزليه بقى، تقعدي تنزلي كل ما تحشي تنزليه لتحت لغايه ما تحشي كله. اهم حاجه الممبار تبططيه، يبقى متبطط تماما، ميبقاش مليان رز. هنجيب الصينيه بتاعتي بقى، صينيه فرن واسعه كده حلوه، ونحط بقى شويه خضار كده فرشه من تحت بقى، بصل، طماطم، فلفل رومي، فلفل حامي، فصين توم، بس كده، وعليهم شويه زيت. نجيب بقى الممبار بتاعنا بططيه زي ما انا عاملاه كده بالشكل ده، واضغطي عليه يبقى كله متبطط، مش عايزينه مليان رز. تمام كده، عشان الرز يطلع مفلفل وكل رزايه تكون مستويه مظبوط. وهتلفيه حلقات حوالين بعضه كده، وضيقي الحلقات، خليها ضيقه، لان هو اول ما بتحطي عليه ميه سخنه واول ما يدخل الفرن يستوي هتلاقوه بيكش ويوسع يوسع من بعضه. فعادي ضيقي كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. يعني انا بحط لحد ما تاخد معايا الصينيه، بصوا كده اهو. يعني بتعملي حلقات حلقات تكمل بعضيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بطريقه سهله جدا. اهم حاجه لو لقيتي ممبار محشي زياده، بحاول اطلع الرز الزياده. مكان الحله بقى اللي انا عملت فيها الصلصه، بسيب فيها شويه طماطم صغيرين، وبحط عليها لتر ميه وبسيبها تغلي على النار. الميه اللي انا بستخدمها دلوقتي دي غلت، هحط عليها بقى معلقه كبيره سمنه، احط عليها شويه توابل، احط عليها معلقه صلصه، التوابل اللي انا استخدمتها في المحشي. وهنسقي الممبار بتاعنا. اهم حاجه الميه دي تكون سخنه. لو عندك شوربه استخدميها، سخنيها واستخدميها. اهم حاجه السوى بتاع الميه تكون في نفس سوى الممبار، يعني مش اعلى منه. واهم حاجه تهزي الصينيه كويس عشان يتشرب الصوص بتاعنا او الشوربه دي كويس. على فكره الشوربه دي برضو حطيت فيها معلقه هريسه شطه. المهم هنغطي بقى بورق فويل، مشغلين فرن البوتاجاز على اعلى درجه حراره. هنحطه على الشبكه اللي في النص لمده نص ساعه على اعلى درجه حراره، وبعد كده هنهدي على 200، وهنسيبها قد ايه، ساعه الا ربع.
بعد الساعة الا ربع برفع الورق الفويل في الفرن وبديله تحميرة بالشواية. بيكون خلاص الرز استوى تمام، بشغل الشوايه ياخد ايه لون تحمير. لو عايزاه يتحمر من تحت ومن فوق، انا بعد ما يستوي بحمر على الشوايه من فوق، وبعد كده بنزل الصينيه زي ما هي في الصاجه اللي من تحت قرب النار من تحت، بتتحمر برضو، فمش محتاج لا اقلبه ولا اي حاجه. الصوص بقى بتاع الخضار تحتيه روعه. طبعا اللي عارفين الممبار بيبقى جواه دهون، الدهون كده لما ساحت في الرز، ما راحتش بقى في الميه بتاعت السلق، والممبار يطلع معانا جلد تحسوا ان هو جلد على شويه رز. لا، الممبار طعمه خطير، الصوص اللي من تحته روعه. يعني فعلا تجيبي رغيف عيش وتغمزيه. بجد بالامانه اسهل وصفه ممبار انا عملتها في حياتي، وهتعجبكم جدا، واكتبوا لي في الكومنتات لما تجربوها رايكم. اشوفكم على خير، باي.